يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين بقى هنبدأ مع بعض النهاردة اول نوع من انواع نواعم العيد. هنبدأ ببسكوت النشادر، بس هنعمله بطريقة حلوة جدا. بس لو اول مرة تشوفيني، انا ميادة ودي قناتي. اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. في البداية كده قبل ما نبدأ اي حاجة، تعالي اعرفك نوع الدقيق اللي انا هستخدمه. انا هستخدم النهارده دقيق الاصيل. تقدري تستخدمي اي نوع متعدد الاستخدامات انت بتستخدميه، بس لازم يكون مكتوب عليه استخراج 72%. عشان تضمني ان البسكوت بتاعك يطلع كويس، لازم يكون نوع الدقيق كويس. واحنا شغالين كده هقول لكم كمان على الانواع بتاعه الدقيق المظبوطه. جبت هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا هنا 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما تبقاش خارجة من التلاجة. وهنزل هنا ب4 باكيتات من الفانيليا. انا بزود فانيليا ليه بقى؟ لان انا ما بحطش اي روايح خالص للبسكوت، هي بس الفانيليا اللي انا بعتمد عليها. هجيب هنا بقى معايا هنا نص كيلو من الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفينها كده. اضغط عليها كده تكون طرية معايا، ما تبقاش خارجة من التلاجة. يعني اخرجها مثلا قبلها بساعة او بساعتين. هنزل عليهم ب 300 جرام من سكر البودر. انا بجيب السكر وبطحنه في البيت. انا على فكرة ما بجيبش السكر المطحون اللي بره، لانه بيكون فيه نسبة نشا. فزي ما قلت لكم انا بجيبه وبطحنه في البيت. هبدأ بقى اضربهم مع بعض كويس قوي لعند ما الزبدة والسكر يهيشوا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هبدأ انزل بقى باول بيضة. انا مش هنزل بالبيض كله مرة واحدة، هبدأ انزل بيضة بيضة، واول ما تبدأ تختفي هنزل بالبيضة التانية. زي ما هتشوفوا دلوقتي هنا اختفت معايا، هبدأ انزل بالبيضة التانية. وهكرر الموضوع ده لعند ما اخلص ال4 بيضات. هنا كده خلاص كانت اخر بيضة معايا. هبدأ بقى اضربهم كويس قوي مع بعض لعند ما البيض يختفي. هنا كده البيض اختفى تماما. هبدأ انزل بقى بالدقيق. زي ما انا قلت لكم ان انا معايا كيلو من الدقيق. في الوقت ده هبدأ اهدي خالص السرعة بتاعة العجان، تقدري عادي تعمليه بايدك. تعالوا بقى اقول لكم هحط مكون مهم جدا هيخلي البسكوت هش جدا. هنزل عليه بمعلقتين من النشا. تقدري عادي كنت تحطي النشا دي مع الدقيق، مفيش مشكله. في الاول خالص تقلبيها معاه، او تحطيها دلوقتي مفيش مشكله. مش قادره اقول لكم معلقتين النشا دول بيخلوه رهيب. معايا هنا ربع كوبايه من اللبن، هنزل عليها بمعلقه كبيره ممسوحه من النشادر، واقلبهم كويس قوي كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انزل بقى على البسكوت بالنشادر. مجرد بس ان هو يختفي اللبن خلاص كده. انا مش هعجن كتير، لانك لو عجنت كتير في المرحلة دي البسكوت هتعضم معاكي وتبقى ناشفة. هنا كده خلاص. بصوا العجينة عاملة ازاي. دي عجينة طرية وفي نفس الوقت متماسكة وما بتلزقش في الايد. هي دي العجينة المظبوطة. جبت هنا بقى الصواني، هبدأ ادهنها زيت، ونبدأ بقى نشكل البسكوت زي ما انتوا شايفين كده. في اي مكنه بقى عندك، سواء المكنه العاديه او المكنه اللي بالكهرباء، مفيش مشكله، الاتنين واحد. بس المكنه اللي بالكهرباء دي بتكون فعلا محتاجه حد جنبك، لانها بتكون سريعه جدا. بتبقى محتاجه حد يضغط لك وحد يقطع معاكي بسرعه. كنت كمان عايزه اقول لكم على انواع الدقيق برضو. بصوا، في دقيق الضحى، وفي دقيق الكوثر، وفي سنبله الفرات، وفي الاصيل اللي انا استخدمته. دول افضل انواع تعملي بيهم نواعم العيد. تمام. هنا بقى زي ما انتوا شايفين هقطع بقى البسكوت كده. بس طبعا هقطعه بقى واظبطه كده معاكم، لان طبعا في واحده طويله وواحده قصيره. بصوا انا بحاول ان انا اظبطه بالسكينه كده، لان زي ما انا قلت لكم المكنه بتاعتي بسرعه قوي بتنزل بسرعه، فانا ما بلحقش ان انا اظبطها. فبظبطها بعد كده بالسكينه، يعني زي ما انتوا شايفين. تقدري طبعا تعملي المقاس اللي انت عايزاه، عايزاه طويل عايزاه قصير، ده حاجه ترجع لك انت بقى. في الوقت ده بقى انا مشغله الفرن على درجه حراره 160. هدخل بقى الصينيه على الرف اللي في النص، هتقعد معايا بالظبط حوالي تلت ساعه. لو اخدتوا بالكم الصينيه اللي قبل كده كانت الومنيوم، اما اللي انا بقطع فيه دلوقتي ده صاج. فهوريكم فرق التسويه بين ده وده، واقول لكم انا بفضل التسويه في ايه بالظبط، والهون بيكون افضل بالنسبه لي. هنا كده خلاص بعد ما دخلته بقى الفرن زي ما انا قلت لكم على درجه حراره 160، قعد معايا تلت ساعه، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان رهيب، وكان مستوي من فوق ومن تحت، وكان واخد لون حلو جدا.
زي ما انتوا شايفين كده، وكان هش جدا، مش قادره اقول لكم طعم البسكوت كان عامل ازاي. تعالوا بقى اوريكم بقى الفرق بين ده وده. بصوا ده اللي متسوي في الصينيه الالومنيوم، وده اللي متسوي في الصاج. طبعا اللي متسوي في الالومنيوم واخد تسويه من فوق ومن تحت كلها لون واحد، اما اللي في الصاج اتحمر من تحت والوش كان ابيض من فوق. فانا لو كنت سبته اكتر من كده كان هيتحرق من تحت. فطبعا بالنسبه لي انا تسويه الالومنيوم افضل مليون مره من تسويه الصاج. زي ما انتوا شايفين كده، دي برضو تسويه الالومنيوم. بصوا عامله ازاي، حلوه جدا، واخد لونه من فوق ومن تحت. اما بقى اللي في الصاج بقى هضطر بقى ان انا اديله وش من فوق على الشوايه. تمام، هنا كده خلاص. حابه بس اوريهولكم من جوه. بصوا عامل ازاي، كان تحفه وهش وطعمه رهيب وناعم وحلو جدا. انا عايزاكم تجربوا الوصفه دي، واثقه ومتاكده ان هي تعجبكم جدا. على فكره تقدري بقى تحفظيه في اي علبه. على فكره ده مقدار الكيلو، بس في طبق طبعا كلناه. تقدري كمان برضو تحفظيه في حل ألمونيوم بغطا، مفيش مشكلة خالص، بتحافظ عليه جدا على فكرة زي أمهاتنا زمان ما كانوا بيعملوا. يا ريت بقى لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.